السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهاردة معايا فيديو رهيب رهيب بمعنى رهيب. هقول لكم بقى على الحواوشي ازاي يتعمل بطريقة سهلة جدا وبطعم خرافة وتحفة كمان. والعيش بصوا لازق في اللحمة، مش ما بيفكش، ده لازق فيها. يعني حاولت افكه كده زي ما شفتوه معايا ما بيطلعش، هو العيش واللحمة بقوا واحد. هبدأ معاكم كده بالحواوشي. أول حاجة بجيب 3 4 بصلات، معايا نص كيلو لحمة، بس هعمل حواوشي كمية كبيرة ما شاء الله بنص كيلو لحمة. حطيت 4 بصلات، أكتر من نص كيلو. يعني البصل في الحواوشي ما تقلقيش منه، هو بيبقى أصل الحواوشي إن البصل كتير. فأنا كترت أزيد من نص كيلو بصل. معاكي تقدري توصلي الكيلو إلا ربع. وعليهم 3 طماطميات حلوين كده، وعليهم 3 قرون فلفل حراق على بارد، دي حاجة ترجع لك بقى. بضربهم في الخلاط كده، لو ما عنديش في الكبة، انا اسفة، لو ما عنديش كبة بعمل على المبشرة، بنعم البصل وبنعم الطماطم والفلفل، بقطعه صغير قوي على قد ما اقدر. بصوا كده فرمتهم في الكبة معايا، وبحاول انزل الجناب عشان يتفرم كله فرمة واحدة، ما تبقاش حتت ناعمة وحتت ناشفة معايا. بفرمهم زي ما انتوا شايفين كده فرمة حلوة، وهبتدي انزلهم معايا في الطبق كده. كل كمية البصل معايا ما شاء الله، بصوا الكمية كبيرة. النص كيلو الحواوشي ما شاء الله يا جماعة بينكت معايا كمية حلوة، يعني ممكن يطلع لي 12 رغيف. وانا كمان ما شاء الله كنت مكترة اللحم جوه، يعني اقدر اعمل لعند 15 رغيف بلدي. حجمه حلو كمان من النص كيلو اللحمة. يعني بنص كيلو اللحمة اقدر اعمل 15 رغيف، انا عملت 12 تقريبا ونص من نص كيلو اللحمة، وما شاء الله الرغيف مليان. المهم جبت معايا نص كيلو اللحمة، ده نص كيلو لحمة بس مع كمية البصل ديت. بصوا فلفل اسود معايا، شوية ملح. دي بقى بهارات حواوشي، هوريكم الورقة بتاعتها دلوقتي اللي هي كنور. حطيت نص الكيس، هو كان المفروض احط الكيس كله بس انا خفت يبقى كتير. معايا معلقة صغيرة توم باودر، ومعايا معلقة صغيرة برضو بصل بودر، وحطينا في الأول فلفل أسود وملح بس. معايا كزبرة على شطة على كمون، دي خلطة أنا عاملاها، انتوا بتهيألي حفظتوها معايا. معايا معلقة بابريكا زي ما انتوا شايفين كده، دي البهارات بتاعتنا. ومعلقة كزبرة، دي كزبرة ناشفة مطحونة. وهقلب الحاجات دي مع بعض كويس قوي. اللحمه بتاعت الحواوشي يا جماعه بتبقى مفرومه فرمه واحده بس، ما بفرمهاش وشين غير الكفته. الكفته لازم اخدها في المفرمه وشين، سواء انتي عاملاها في البيت او بتعمليها بره. بتفرميها وشين، بتتاخد وشين. لكن الحواوشي وش واحد بس في المفرمه. دي الخلطه اللي انا بقول لكم عليها، خلطه الحواوشي من كنور، رهيبه، طعمها تحفة. بتخلي الحواوشي طعمه يا جماعة رهيب. انا صورت لكم المقطع ده بعدين، وحطيته معلقة دقيق واحدة على نص كيلو، معلقة صغيرة من البيكنج باودر معايا كده زي ما انتوا شايفين. وابتدي، انا كان عندي اللحمة لسه مجمدة شوية، فبفكها بايدي كده. وبصوا بقلب فيها شوية حلوين كده معاكم. التقليب ده حلو، بيخلي اللحمة متماسكة. بصوا ريحتها تحفة وهي لسه نية كده، حتى ريحة الخضار فيها حلوة قوي. بصوا معلقتين سمنة عادية خالص، حابة تحطي سمنة بلدي تمام، بس دي سمنة عادية انا عندي. حطيتهم على الحواوشي وبقلبهم كده. بيخلوا طعم الحواوشي حلو قوي قوي قوي. يعني معلقتين السمنة العادية، انا حطيت عادية صراحة مش بلدي، بس لو عندك بلدي وحابة تحطيها حطيها مفيش مشكلة. بصوا الرغيف ما شاء الله كبير، انا نقيت العيش الكبير يعني كنت فاتحاه. بصوا مليت ايدي لحمه كده وحطيتها جوه الرغيف. بصوا الرغيف ما شاء الله مليان، مليان من جوه لحمه، بمعنى مليان مش حبه صغيرين يعني. كميه كويسه جوه الرغيف عشان اللي ياكل يشبع يعني من الرغيف. حابه تقللي الكميه شويه تقدري عادي على فكره، وتزودي في عدد العيش. فهنا بصوا بحط كمية حلوة، انا لاني في اليوم ده كنت عاملة كبدة كمان فحبيت املى الرغيف. انا لو مش عاملة كبدة جنبهم اقدر اخليهم 15 و16 كمان رغيف، بان انا بقلل كمية اللحمة، لان ما شاء الله انا حاطة حبة حلوين. لان تقريبا الكيلو ده نكت معايا تقريبا كيلو ونص لحمة، مع الخضار مع البصل مع الفلفل، فدخل في كيلو ونص لحمة يعني، فيعمل لك مرتاح قوي 15 16 17 كمان رغيف.
فزي ما انتوا شايفين بدخل اللحمة كتلة جوه وبضغط عليها من بره بسويها، بتدخل اللحمة في جميع الفراغات اللي في الجناب ديت، وببتدي اظبط معايا كده الكمية. ما شاء الله عملت لي كمية كويسة يعني. زي ما انتوا شايفين تقريبا الموجودين دول كمان حوالي 10 ترغفة اللي على الجنب دول، عديتهم هم 3 ادي 4 5 6 7 8 تقريبا 9 أو 8 مش عارفة، زودت بقى 2 فوق وبكمل. ده نص رغيف فضل معايا فهم تقريبا كلهم طلعوا بتاع 12 رغيف. بقطع معايا على الصاج دوت، مش عايزة احط الحواوشي على الصاج على طول، فبحط عليه ورقة زبدة. بشوف اجيبها بالطول ولا بالعرض. هنا كنت مقشرة مانجا عشان اعمل لهم عصير مانجا. بصوا بقطع كده زي ما انتوا شايفين، وادي حتة تانية كمان عشان احط في الصاج ده كبير وينجز معايا في الاكل مرة واحدة. حطيت كده ورق الزبدة جوه عشان احط عليه العيش وادخله في الفرن، عشان مش حابة اعمله على الطاسة فوق. قلت الفرن هينجز معايا عدد كبير مرة واحدة ويريحني، لان كنت لسه هعمل الكبدة. وزي كده بجيب شوية زيت بس مش اكتر، زيت بدهن بيه العيش من بره. في ناس بتدهن زيت زيتون يا جماعة، وبيبقى برضو حلو قوي اللي حابب. بس انا دهنته بزيت عادي صراحة. بدهن الرغيف كويس كده من ورا ومن قدام، وبحطه زي ما انتوا شايفين لما احس انه كله اتدهن كويس، وببتدي ارصه في الصاج معايا. طبعا في الوقت ده بكون شغلت الفرن على درجة حرارة يعتبر يعني عالية نوعا ما، عشان اللحمة والرغيف ما ينشفش مني قوي. بخلي درجة الحرارة يعني تقريبا على 200 في الفرن عندك. وبخلص بقى كمية العيش كلها معايا كده اللي اقدر عليه في الصاج يعني. وقلت لكم بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هركنه لعند ما اخلص اللي في ايدي الفرن يسخن كويس، لان هنا ما كانش سخن. وجبت الكبدة معايا، انا كان المفروض تجيلي متقطعة بس جات لي متقطعة حتت كبيرة وانا عايزاها زي شرايح صغيرة، فرجعت انا قطعتها بايدي تاني يعني. الجزار قال لي هيقطعها لي حتت، قلت له رفيعة، بس لما جت لقيتها تخينة شوية وانا حباها تكون شرايح صغيرة فقطعتها زي ما انتوا شايفين. ده معايا هنا كيلو كبدة، بس انا مش هستخدمه كله لان انا عندي حواوشي، فيعني ايه برضو التوفير حلو. نص كيلو كبدة حلو قوي مع الحواوشي اللي معايا، وقلت هشيل نص تاني استخدمه في يوم تاني بقى اعمل بيه اكلة تانية يعني. خدت النص كده اهو حطيته، وهرجع اقطع النص اللي باقي هناك. جبت معلقه وقلت انجز وحطيته في طبق. كبده ما بتتغسلش يا جماعه، الكبده بتبقى جايه طازه وفريش وتمام، ما بتتغسلش عشان تبقوا واخدين بالكم. يعني ما حدش يجيب الكبده ويغسلها. اهي شلت النص كيلو معايا، وهبتدي اقطع الكميه اللي فاضله، ودي هشيلها في كيس في الفريزر استخدمها بعدين بقى. بصوا كيلو الكبده ما شاء الله جاب معايا كميه كويسه يعني. خلصته كده بقى وقطعت الكيلو كله. بصوا هنا غسلت ايدي طبعا والفرن كان سخن، فقلت اما ادخل الحواوشي فيه، وبدأت اعبي نص كيلو الكبدة اللي فاضل احطه في كيس عشان احطه في الفريزر على طول، عشان ابقى استخدمه يبقى جاهز معايا، ما اضطرش ان انا افكه وارجع اقطعه تاني بعديها. فقلت اقطعه بالمرة واخلص منه يعني. وهشيل الحاجات دي بقى كده واحط ده في الفريزر. بصوا ما شاء الله الحواوشي، بصوا هو في الفرن انا حاطاه على الرف اللي تحت كمان، نار حلوة عالية شوية، وبقلب فيه زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله والله يا جماعة الحواوشي طلع رهيب. فصين توم حلوين، شوية كمون وشوية كزبرة، شوية شطة على كمون على كزبرة بدقهم مع التوم، وشوية ملح طبعا، وقرن فلفل هنا اخضر، ما كانش عندي قرن احمر. بدق كويس كده. ودلوقتي هوريكم انا وعصرة ليمونة حلوة كده. الكبدة عادي بتحطي عليها ليمون مفيش اي مشكلة، الدقة دي رهيبة للكبدة. شطة على كمون على كزبرة على شوية ملح وعلى التوم. بصوا دي بقى عندي توم متفرز عليه فلفل احمر، حطيت منه معلقة. هنا الكبدة يا جماعة انا بحمرها مش بشوحها،
يعني ايه بحمرها؟ يعني بحط كمية زيت محترمة، شوية زيت حلوين، تحس ان انت بتقلي الكبدة، مش بتشوحيها في ريحة زيت. هو ده اساس الكبدة، الكبدة بتتقلي ما بتتشوحش. فانا حطيت شوية زيت محترمين، شوية حلوين كده، كتري وما تستخسريش في الزيت في الاكلة دي بالذات. نزلت الاول بمعلقة الثوم اللي هي الدقة اللي انا عاملاها، مع عصرة الليمونة مع قرن الفلفل، وبسيبها بقى زي ما انتوا شايفين كده على النار. نزلتها على زيت سخن الاول الدقة، وبعدين سبت الكبدة تاخد وتدي على الوش ده كده براحتها زي ما انتوا شايفين الاول، وبعدين هقلبها معاكم. انا سبتكم الوقت ده كله عشان تشوفوا ان انا ما قلبتهاش على طول. بصوا ما شاء الله بقى الحواوشي طالع مقرمش وريحته قلبت البيت. بصوا شوية حتى تلاحظوا ان في حتة اتحمرت مكان ما سبتها شوية كويسين على النار. بقلب فيها بقى رايحة جاية كده، كل شوية اقلب فيها، وتحسوا بقى هنا انها بدأت ايه تدخل في السوا زي ما انتوا شايفين. الزيت بتاعنا عالي، النار عالية تحتها، ما بهديش النار عليها. بصوا في الفرن بقى طبعا ببقى عيني فوق وعيني برضو على اللي في الفرن. فطلعت شوية من الحواوشي وبقلب برضو كده معايا، وبحط شوية العيش اللي باقي معايا في الفرن. هم تقريبا خدوا مني صاجين، وفي اللي استوى طلعته وحطيت مكانه. يعني هنا بقى بعد ما خلاص دخلت في السوا بنزل عليها بمعلقة توم تانية من نفس الخلطة اللي انا كنت عاملاها. شايفين بقى الكبدة؟ بسم الله ما شاء الله، اقسم بالله انا ما باكل الكبدة، انا اكلتها من حلاوتها ومن طعمها الرهيب. الدقة مديالها طعم تاني خالص، تحفة يا جماعة. بجد جربوها بالطريقة دي، هتاكلوا احلى كبدة بلدي في حياتكم. هنا بقى عملت عصير اللي هو كانتالوب ده. معرفش هما بيحبوه قوي فكل يوم بيطلبوه، فمعلش ما تزهقوش. مع المانجا اللي انتوا شفتوها كنت برضو عاملاها معاكم قبل كده. فهنا بس مجرد ان انا بقطع، بس ده قبل الفطار بحاجات بسيطة عشان العصير ده بيفصل. يعني ايه؟ يعني النص اللي تحت بيبقى غير النص اللي فوق، بالمية بتنزل تحت والعصير نفسه بيطلع فوق. بصوا ما شاء الله، متحمر ناشف، يعني مقرمش، مش طري. بصوا سخن مولع لسه طالع من الفرن. فانا بوقفه، ما بحطوش فوق بعض واكتمه عشان ما يطريش، ما يعملش ميه. فانا بهويه، بحاول اهوي كل واحده والتانية. هعمل شويه طحينه صغيرين، عندي هنا كيس فيه طحينه، بحطه كده في طبق، بنزل عليه بليمونه معصوره. انا هنا كده نزلت بنص معاكم. برضو شويه التوم اللي كنت دقاهم اللي انا كنت عاملاهم قبل كده حطيت منهم بنفس الخلطه اللي فيهم، وعلبه زبادي، وهضربهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. دي اسرع طحينه في الحياه، لا بعيش ولا بغيره. شويه ميه دافيه وهنزل على الطحينه بالراحه كده هضربها معايا. بصوا هتلاقوها تقلت معايا خالص. هبتدي برضو افكها بشويه ميه تانيين ورا بعض كده. احلى والذ طريقه طحينه بتبقى حلوه قوي برضو مع المشاوي، طعمها حلو. وكمان جبت نص ليمونه تانية عصرتها، لان انا كنت عصره نص بس في الاول، ومعلقه خل واحده على الطحينة دي وكده تمام. شوية بقى الملح كنت حطاهم في الدقة، وممكن احط شوية شطة على كزبرة على كمون. طبعا علي لازم يجي يشوف ايه الفطار عاملين ايه، اسئلة اللي ما بتخلصش كل يوم قبل الفطار. معايا بقى خلاص كده ببتدي اجهز عشان هنحط الفطار. يعني دي اول رصة طلعت معايا من الفرن. هبتدي برضو اجهز الكميات تانية، وادي كمان طلعوا كمان رغيفين، وباقي تقريبا كمان 2 في الفرن. وما شاء الله على الكمية، حلوة قوي، طعمها رهيب يا جماعة. الخضار فيها حلو قوي. بصوا بقى الرغيف، بصوا والله ما عارفة اطلع العيش من اللحمة، لازقة فيها. ما شاء الله على الكمية، كتير قوي. دي بقى سلطة كان عاملها ابو علي، هو اللي مقطعها بالطريقة دي صغيرة قوي كده. المهم قطعها وعملها، جزاه الله الف خير. ربنا يبارك فيك يا ابو علي يا رب، وما تحرمش منك ابدا. عمل بقى هو السلطه في اليوم ده، لان كنت واقفه يا دوب على البوتاجاز من الحاجه دي للحاجه دي. قال لي خلاص سيبيها انا هعملها. ربنا يبارك في كل راجل بيساعد مراته في اي حاجه يا جماعه، مش شرط في الاكل وفي الشرب.
اللي حتى بيتنازل ويجيب لها طلبات من بره، اللي بيشيل عنها حاجة تقيلة في البيت، اللي بيعمل لها اي حاجة. كل واحد يشكر، حتى لو عمل شوية عصير قبل الفطار تسلم ايده وربنا يبارك فيه. كده خلاص بقى ادي السفرة بقت جاهزة معانا. زي ما انتوا شايفين كده معايا. آه انا مش قادرة اوصف الحواوشي وحلاوته، ولا الكبدة وجمالها. طعمها رهيب رهيب رهيب. انا ما باكلش الكبدة اكلتها، انا مش مصدقة ان انا اكلت كبدة. احلى حاجة بقى الشوية اللي تحت، الصوص اللي نازل تحت ده من الكبدة، يا الله على طعمه تحفة. ادي بقى بصوا منظر طبق الكبدة. طبعا التمر اللي بيحب يفطر على تمر بقى. وادي سفرتنا النهاردة بسيطة جدا، ويا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها بأي حاجة. بعد الفطار بقى زنوا، كنت مطلعة ازازة لبن. كانوا عايزين مهلبية، اختلفوا بقى. ناس مش عايزة مهلبية، وناس عايزة رز بلبن، وناس مش ارسوا على حاجة واحدة. قالوا لا، عايزين الاتنين. قلت ماشي. هنا غسلت كوباية رز زي ما انتوا شايفين، وحطيتها في شوية مية، وسبتها على النار تستوي خالص. الناحية التانية انا بغلي لبن عشان المهلبية. حطيت 4 معالق او 5 نشا، 5 معالق نشا، وعليهم معلقة دقيق، ودوبتهم في شوية مية، او لو عندك شوية لبن زيادة مفيش مشكلة. وبنزل على المهلبية بالنشا والدقيق. معلقة الدقيق بتفرق في المهلبية بطريقة رهيبة، صدقيني جربيها بمعلقة الدقيق مش هتندمي. خلاص هنا كده بدأ. طبعا كان اللبن بدأ دخل في الغليان، يعني في الأول نزلت عليه طبعا بالخليط شوية شوية وإيدي بتقلب، ما بنزلش بيه مرة واحدة. ليه أخسر معلقة نشا ولا أخسر الحلة كلها؟ وأنا ما خلاص اللبن كان خلص عندي. فلما بيكون اللبن خلص عندي ما بجازفش صراحة إن أنا آه مش خلص، لأن كان باقي عندي بس هعمل بيه رز بلبن، فمش هجازف بقى وأحط لبن تاني، لأن كنت محتاجة للرز بلبن لبن كتير يعني. فبنزل سرسوب سرسوب، بصوا، لعند ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه من المهلبية. وبيبقى كده تمام كده. وصلت بقى للي انا عايزاه، بقلب فيها كمان شوية. هجيب بقى فانيليا، كيسين فانيليا كده، وانزلهم عليها. زي ما انتوا شايفين. بصوا انا هنا خلاص بتأكد ان القوام اللي انا عايزاه. انا لا بخليها تقيلة قوي، ولا بخليها خفيفة قوي، يعني بتبقى وسط، اخف شوية من البشاميل. البشاميل انا ما بعملوش تقيل، خفيف بس برضو. هغرف بقى خلاص كده. يعتبر ايه، خلصت معايا المهلبية ما شاء الله، بتبقى رهيبة، ما فيهاش اي ابتكارات زيادة عن اللازم. هي معلقة الدقيق، واللي ما جربهاش يجربها، صدقوني هتدعولي يعني عليها. غرفت بقى كده شوية مهلبية، ما كنتش مكترة، هم معرفش كام طبق يا، بس مش كتير يعني. زي ما انتوا شايفين كده معايا، طلعوا تقريبا 7 طبق يعني مهلبية. من الطبق دي كبيرة، بتاخد تقريبا 4 مغارف، يعني الطبق حلو ما شاء الله، مش قليل يعني. انا بحب بقى الطبق الصغير اللي هنا ده، فيه شوية متحروقين كده من تحت، مش متحروقين اللي هم اتحمروا شوية، فانا بحبهم. فخليتهم على جنب. دول قلت اكلهم بقى. ادي معايا كمية من كيلو لبن او من لتر لبن. الرز هنا استوى اهو، دخل خلاص اتعجن، عشان نجيب من الاخر لازم يبقى اتعجن، استوى خالص يعني. بقية اللبن اللي معايا ما كانش فك قوي، فانا هنا ايه، فضيت نصه اللي كان فك كده، ونقلت على العين الصغيرة، وقطعت الازازة ونزلت باقي اللبن. مفيش اي مشكلة، عشان ايه، انجز في الوقت، لان خلاص كنت زهقت صراحة من الوقفة على البوتاجاز ومليت. فقلت لا بقى يعني ايه، انقذوني. فالمهم حطيتها بقى، وقلت على عند ما اللبن يفك. خلاص فك وسخن كمان معايا. نزلت بالسكر بقى. السكر طبعا زي ما تعودنا حسب الرغبة. وهنا معايا وش لبن، الوش بتاع اللبن اللي هو عامل قشطة معايا. بحطه على الرز بلبن. الرز بلبن بيتحط عليه قشطة من وش اللبن، المهلبية لا. فهنا كان عندي شوية لبن، وكان عندي كيس برضو قشطة في الفريزر. طلعته وحطيته مع الرز بلبن، بيخلي طعم الرز بلبن رهيب. تقدري كمان تحطي معلقة كريم شانتيه لو حابة، بيخلوا طعم اللبن تحفة يا جماعة. بس انا ما كانش عندي، وقلت كده ايه، آه بارك الله فيما رزق زي ما بيقولوا يعني. وكفاية عليهم كده قوي يعني، مهلبية ورز بلبن وكبدة وحواوشي، ده انا مروقة عليهم النهاردة.
فألف هنا وعافية ليهم يا ربي، والحمد لله عجبهم، وإن شاء الله دايما كده نعمل كل حاجة حلوة لولادنا. فقلت ايه بقى، دلوقتي هنغرف الرز بلبن زي ما انتوا شايفين. انا عايزاكم تبصوا بقى، بصوا منظر الرز بلبن عامل ازاي. اقسم بالله ما حط عليه ولا معلقة نشا، بس طالع كأنه في نشا تقيل، وطعمه رهيب يا جماعة، طعمه تحفة بجد. جربوه بالطريقة دي مش هتندموا، معلقة القشطة بتخليه رهيب. بتمنى بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف كده عليكم، وبتمنى تشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة.